بتبدأ القصة بتاعتنا سنة 1998 وقت الأزمة المالية اللي كانت في إندونيسيا، وساعتها الجريمة كانت منتشرة والقتل كان في كل مكان. وفي الوقت ده بنشوف اتنين صحاب مدرسين، واحد اسمه رحيم والتاني اسمه نور، وجالهم مدرس زميل ليهم اسمه سمير. بالمناسبة يا أصدقائي أبويا اسمه سمير لأن أنا كمان اسمي أحمد سمير. المهم ادالهم ورق وطلب منهم ينشروه على الطلبة لأن المدير هو اللي طلب منهم يعملوا كده. لكن وقتها بنشوفهم بيولعوا في الورق، وأول لما بيقفلوا الشباك الكهرباء بتقطع في المكان كله، وساعتها بيسمعوا صوت خبط في السقف بتاعهم. وفي الوقت ده بيهجم عليهم ناس وبتقتلهم بطريقة بشعة جدا، وبيقطعوا دماغهم وبيموتوهم وبيخلصوا عليهم. وفي نفس الوقت ده بنشوف بنت اسمها أنيسة قامت من النوم مفزوعة من الكابوس اللي كانت شايفاه. وفي الوقت ده بنعرف انها عايشة في سكن الطلبة مع اصحابها، ووقتها قامت تولع النور وكانت الكهرباء هنا قطعة، وساعتها ولعت لمبة الجاز واخدت الادوات بتاعتها علشان تروح على الحمام. واول لما فتحت الباب لقت في وشها واحدة شكلها مخيف جدا، وقفلت الباب بسرعة وكانت مرعوبة. ووقتها بتصحي واحدة من زمايلها اللي معاها في الأوضة وبتحط ايديها على كتفها، وساعتها بتتخض جدا وصديقتها بتسألها عن اللي حصل، بس هي بتكون خايفة جدا ومش بترد عليها. وساعتها صديقتها فتحت الباب وما كانش فيه اي حاجة موجودة، وأنيسة كانت مستغربة جدا وقفلت الباب بسرعة بالترباس. وفي الوقت ده اصحابها في السكن كلهم كانوا صحيوا، ولما شافوها قفلت الباب ناموا من تاني. وتاني يوم بنشوف أنيسة هي وصديقتها خارجين من السكن ورايحين للفصل بتاعهم، وكانت بتسألها عن اللي شافته امبارح، وساعتها عرفتها انها شافت شيطان. ايوه شيطان زي ما بقولك كده. في نفس الوقت ده بيخبط فيها اتنين من الشباب اللي كانوا معاهم في المدرسة، واحد فيهم اسمه علي والتاني اسمه ساتريو، وهما الاتنين سمعوها لما قالت انها شافت شيطان، بس ما كانوش مصدقينها طبعا. وهي مشيت هي وصديقتها ودخلوا الفصل بتاعهم وكانوا بيقرأوا آيات قرآنية، والمدرسة بتاعتهم كانت موجودة معاهم. وبعد شوية بيسمعوا المدير بتاع المدرسة بتاعتهم بينادي في الميكروفون وبيطلب منهم يرجعوا كلهم للسكن بتاعهم فورا وحالا ويكملوا كمان مذاكرة. وفي نفس الوقت ده بنشوف علي وصديقه كانوا هربانين من الدروس وبيشربوا سجاير. يا فشلة. وفي نفس الوقت ده بنشوف المدرس باغس كان بيزعق مع زميله المدرس رضوان وبيعرفهم انهم لازم يتحركوا بسرعة ويتصرفوا قبل ما تحصل ليهم مصيبة. لكن وقتها رضوان عرفه انهم لازم ينتظروا الشيخ لحد ما يجي، وباغس هنا ما كانش عاجبه الكلام وسابهم ومشي. وبعد شوية بنشوف علي راح عند أنيسة وكان بيسألها عن اللي شافته، وصديقه كان واقف بره بيراقب الطريق. لكن في الوقت ده بيجي الأستاذ رضوان، وساعتها بيعرف إن هو كانوا بيشربوا سجاير، ووقتها بيحذرهم وبيطلب منهم يرجعوا للسكن بتاعهم. وبالليل بنشوف ساتريو هو وصديقه علي في الأوضة بتاعتهم وكانوا بيتكلموا عن اللي بيحصل. وساتريو كان شاكك إن في حاجة غلط ومش مظبوطة، خصوصا إن في أساتذة اختفوا من المدرسة. وساعتها خرج من الغرفة بسرعة. وفي نفس الوقت ده بنشوف أنيسة لسه قاعدة في الأوضة بتاعة العيادة لأن عندها العذر الشرعي، وفجأة بتلاقي الشباك بيتفتح لوحده، وساعتها بتقوم من مكانها وبتقفله. لكن في الوقت ده أول لما بتبص وراها بتلاقي الباب بيتفتح لوحده، وفي واحدة دخلت الأوضة عندها وقربت منها للسرير كانت شايفاها من ورا الثقب. لكن وقتها خرجت تاني من الباب. وفي الوقت ده أنيسة كانت مرعوبة جدا وجريت بسرعة وقفلت الباب وراها وكانت واقفة بره. لكن في اللحظة دي الست اللي كانت ظهرت لها كانت من وراها وحاطة ايديها على كتفها. وأول لما بصت عليها أنيسة وشافت شكلها المخيف طلعت تجري بسرعة، وهي نازلة السلم وبتحاول تهرب منها لقتها في وشها وهدومها غرقانة دم. وقتها أنيسة جريت بسرعة واستخبت ورا الحيطة، ولما بصت عليها من تاني لقتها واقفة مكانها زي ما هي. وساعتها راحت استخبت ما بين الحيطان وكانت قاعدة مرعوبة وبتتلفت حواليها. وفي الوقت ده بصت أنيسة عليها من تاني ولقتها اختفت، بس ساعتها شافت شخص قدامها معاه كيس اسود، وقبل ما يشوفها استخبت بسرعة. لكن ساعتها عرفت ان اللي في الكيس ده سحر اسود. نفس الوقت ده بنشوف نفس المدرس اللي اسمه سمير دخل غرفة وكان فيها جثتين بتوع رحيم ونورة اللي اتقتلوا وكانوا ملفوفين في الكفن. وساعتها قعد قدامهم وكان بيبكي وحزين جدا لانهم اتقتلوا. في نفس اللحظة دي بنشوف شخص كان بيعمل طقوس غريبة وبياكل سحلية وبيعمل عليها سحر اسود، وساعتها
بنشوف الجثتين قاموا من مكانهم وكانوا بيقولوا نفس الكلام ان الكل هيموت. والاستاذ سمير اللي هو يعني على اسم ابويا خاف جدا ورجع لورا وغمض عينيه. اخس يا بابا. وبعد شويه فتحها ولقى الجثتين اختفوا من الاوضه. وقتها بسرعه حاول يفتح الباب بس ما كانش عارف يفتحه وكان مقفول بقوه كبيره جدا. وساعتها سامع صوتهم بره الاوضه بيرددوا نفس الكلام ان الكل هيموت. وساعتها سمير خاف وبدا يرجع لورا. في نفس الوقت ده بنشوف الشخص اللي كان بيعمل السحر كان ماسك دميتين ومغرقهم دم وبيتحكم فيهم، ورمى واحده منهم في الارض والتانيه قطع رقبتها. وساعتها بنشوف الجثه اتحدفت من السقف في الاوضه اللي فيها سمير وكانت رقبته مقطوعه وماسكها في ايده. والجثه التانيه قربت من سمير واول ما لف وشه وشافها كان مرعوب ووقع في الارض على ركبته. ووقتها بنشوف الساحر بخ دم على الدميه اللي كانت معاه. وساعتها الجثه اللي كانت قدام سمير وطت عليه وغرقته دم اللي كان طالع من بقه زي الحنفيه. وفي نفس الوقت ده بنشوف انيسه اللي كانت بتهرب ولقت في وشها ساتريو. وساعتها سمعوا هما الاتنين صوت صراخ الاستاذ سمير وراحوا عنده بسرعه ولقوه غرقان في الدم. تعوا هما الاتنين نادوا بأعلى صوت على المدرسين وكل اللي في المكان علشان يجوا يساعدوهم. وساعتها بنشوف الطلبه كلهم كانوا واقفين وانيسه بتعرفهم ان الاستاذ سمير بقى ملعون واتعمل له سحر اسود. بس صحابها ما كانوش مصدقين اللي هي بتقوله. في نفس الوقت ده كان المدرسين بتوعهم وصلوا للمكان وطلبوا منهم يخرجوا كلهم ويرجعوا على السكن بتاعهم. وبعد شويه بنشوف الشيخ اللي اسمه كيا وصل للمدرسه وكان في استقباله الاستاذ بغاس. وقتها عرفوه انهم دوروا على الجثث في كل مكان ومش لاقيينهم. وساعتها الاستاذ بغاس كان متضايق من تصرف زميله لانه مرضاش يدفن الجثث وكان مستني لما الشيخ يجي. ووقتها الشيخ كان بيعاتبه عن اللي عمله وعرفوا ان من الاسلام اكرام الميت دفنه. وسالهم لو كانوا الطلاب عارفين بموت الاستاذه بتاعتهم رحيم ونور. في الوقت ده بغاس عرفوا انهم شافوه بس الاستاذ وهو مريض وحالته خطيره جدا. وساعتها طلب من الاستاذ رضوان يجمع كل الطلاب وراحوا علشان يصلوا كلهم. وفعلا بيبداوا الصلاه وبيكون الشيخ كيا هو الامام بتاعهم. ولما بيركعوا على الارض ساتريو بيشوف قدامه جثه الاستاذ نور في الكفن بتاعها وواقفه قدامه. وساعتها بيتفزع ويقطع الصلاه بتاعته وكل اللي كانوا معاه بيبصوا عليه. لكن المفاجاه الشيخ بتاعهم بيختفي وكلهم بيكونوا مستغربين. وساعتها المدرس بينادي في الميكروفون على كل البنات والطلاب يجتمعوا في القاعه فورا. وقتها بنشوف علي كان بيتكلم مع صديقه ساتريو وكان بيعرفه ان هو خايف وبيعرض عليه ان هم يهربوا من المدرسه لانه ما بقتش امان. وطبعا كل الطلاب كانوا متجمعين في القاعه وحاطين ما بينهم وبين البنات ستاره وكل واحد فيهم كان نايم في مكان. والمدرس بتاعهم دخل علشان يطمن عليهم ولما لقى كله نام خرج بره. واول لما خرج بيصحي ساتريو وبيطلب من صديقه علي يجي معاه وبياخده وبيروحوا اوضه المدرسين. وبيحاول ساتريو يتصل بالتليفون لكن ما بيلاقيش فيه حراره. وساعتها بيطلب من علي يراقب المكان بره وهو بيدور في الورق اللي موجود على المكتب. وقتها بيلاقي جريده مكتوب فيها ان الحكومه بعتت تحذير للناس كلها لان في جرائم قتل بسبب السحر والشعوذه. بس المدرسين خبوا عليهم. وفي الوقت ده بيدخل صديقه علي عنده ويلاقي برقيه من الحكومه مكتوب فيها اسم ابو ساتريو. وقتها بيشوفها ساتريو وبيكون مستغرب ان ابوه اسمه موجود فيها. وساعتها بيحسوا ان في حركه بره. بيطفوا الكشاف بسرعه اللي معاهم وهم بيستخبوا تحت المكتب. ووقتها بيقرب واحد من المدرسين ويفتح الباب لكنه ما بيلاقيش اي حد ويقفل من تاني وبيمشي. وعلى الجانب التاني بنشوف انيسه صحيت من النوم ولقت زميلتها نورول قاعده قدامها ومديه ظهرها وبتعمل حركات غريبه وما كانش فيه غيرهم هما الاتنين في القاعه. ولما حاولت تسالها وتتكلم معاها لفت وشها وكان شكلها مرعب جدا. وبتقرب على انيسه اللي كانت بتحاول ترجع بسرعه وبتكرر كلمه الكل مات. وفي الوقت ده بنشوف انيسه واصحابها حواليها وكانوا بيحاولوا يفوقوها لانها كانت بتحلم وشافت كابوس. واول لما فاقت كانت بتبص حواليها ولقت كل البنات موجودين وكانت مصدومه مش مصدقه اللي بيحصل. وساعتها عرفت زميلتها انها هتروح الحمام. واول ما خرجت من القاعه سمعت واحده بتهمس لها في ودنها انها تروح عند كوخ الشيخ وهي نفس الست اللي ظهرت لها قبل كده واختفت في ثواني. وعلى الجانب التاني بنشوف علي وساتريو راحوا عند المدرس بتاعهم سمير وكان شكله مرعب جدا. ووقتها ساتريو عرف صديقه ان هو هيروح يستأذن من المدرسين علشان يطمن على اهله وسابه وخرج. وفي الوقت ده بنشوف الاستاذ سمير قام من مكانه وطار في الهواء وكان بيردد ان كل اللي في المكان ماتوا. وعلي كان واقف مكانه مرعوب ومش قادر يتحرك. واول لما شاف المدرس بيقرب منه
وقفل الباب بسرعة وطلع يجري. وبنرجع لأنيسة اللي كانت سمعت كلام الست اللي ظهرت لها وراحت وراها لحد ما وصلت عند الكوخ، وساعتها ظهرت لها وهمست لها انها تدخل جوه الكوخ، بس أنيسة لقت الباب مقفول وما قدرتش انها تدخل. وساعتها مشيت وراحت عند الحمامات ولقت هناك قطعة قماش ملفوفة وعرفت ان هو سحر. لكن في الوقت ده شافت المدرس بتاعها بغاث واقف قدامها عند الجبل وفي ايده ورق شجر وحطه في الارض وسابه ومشي. في اللحظة دي بتيجي صديقتها من وراها وبتسألها عن اللي بتعمله، وبتعرفها أنيسة انها لقت سحر موجود هنا في الحمامات، وساعتها اخدته منها ورمته في الزبالة. وبعد شوية بنشوف نورول كانت لسه عند الحمامات وبتنشر الهدوم، وفجأة شافت خيال ضخم ورا الهدوم اللي نشراها، ولما رفعت الهدوم علشان تتأكد ما لقيتش اي حاجة، وكانت بتتلفت حواليها ومش شايفة اي حاجة، واخدت الهدوم علشان تكمل نشر. لكن فجأة عينيها بتوجعها وبتبدأ تدعك فيها، وأنيسة بتروح عنده بسرعة علشان تطمن عليها. وساعتها نورول بتعرفها انها مش شايفة اي حاجة وكل حاجة ضلمة قدامها، وبتدعك في عينيها جامد، ووقتها عينيها بتنزف دم وكمان بتنزف دم من بقها. وفي الوقت ده بيخرج من بقها سلك من الاسلاك الشايكة، وأنيسة بتكون ماسكاه بايديها وبتسحبه من بقها وهي مرعوبة مش فاهمة ايه اللي بيحصل. وصاحبتها ساعتها بيحصل لها حاجات غريبة وبتطلع مسامير من عينيها وبتكون غرقانة دم، ومن الخوف نورول بتقوم وبترجع لورا وساعتها بتقع في البير. لكن أنيسة قدرت انها تمسك ايديها قبل ما تقع جوه البير، وكانت بتحاول ترفعها بكل قوتها بس ما كانتش قادرة لان كان في حاجة بتشدها من رجليها بقوة، واخدتها ونزلت جوه البير واختفت من قدامها. وأنيسة كانت بتصرخ بأعلى صوت وكانت حزينة وبتعيط. وفي نفس الوقت ده بنشوف الأستاذ بغاث كان بيزعق مع رضوان زميله لأنه لحد دلوقتي رافض إن هو يخلي الطلاب يرجعوا بيوتهم، ومستني الشيخ كيا يظهر من تاني ويرجع ليهم علشان ينقذهم. وبالليل بنشوف المدرسين جمعوا كل الطلبة بنات وصبيان وكانوا عاملين حلقة ذكر وبيذكروا ربنا علشان اللي بيحصل ليهم. وفي الوقت ده وهم قاعدين بتحصل حاجة غريبة لأكتر من واحدة من البنات ومن الصبيان، شكلهم بيتحول لشكل مخيف ومرعب جدا، وبيبدأوا يترددوا كلمة اللي هي إن الكل هيموت، وكلهم بيكونوا شايفينهم حتى المدرسين اللي بيحاولوا يمسكوا الطلبة اللي شكلهم اتحول واتغير ويقرأوا عليهم قرآن، والبنات بتحاول تمسك أصحابهم اللي اتحولوا بس ما كانوش قادرين عليهم وكانوا بيضربوهم بكل قوة. والبنات بدأت تنزف هي والشباب اللي صابتهم اللعنة، وكل اللي كانوا في المكان كانوا بيحاولوا يمسكوهم ويقرأوا عليهم قرآن علشان يرجعوا لطبيعتهم. وقتها المدرس بتاعهم بيطلب من ساتريو يروح يجيب الأدوية هو وأنيسة بسرعة، ولما بيدخلوا الأوضة وبيكون صديقه وعلي واقف بره بيشوفوا قدامهم الأستاذ سمير كان ماسك أزايز الأدوية وبياكلها بالإزاز بتاعها وبقه كله بينزف. كل ده يطلع من أبويا، وساعتها بيهربوا بسرعة من الأوضة. وفي الوقت ده بنشوف ساتريو هو وأنيسة اللي بتحاول تمنعه إن هو ما يمشيش من المدرسة ويرجع البيت لأنه بتعرفوا إن ده كمين معمول له وهيتقتل لو راح هناك، بس هو كان مصمم إن هو يروح عند أهله علشان يطمن عليهم ويسيبها ويمشي. وساعتها بنشوف ساتريو كان ماشي وسط الغابة وبيلاقي جثث حواليه في كل مكان، لكن هو بيكمل في طريقه وبيجري بأقصى سرعة علشان يوصل لبيتهم. في نفس الوقت ده بنشوف أم ساتريو كانت بتجهز القهوة لأبوه وراحت علشان تديها له، بس وقتها لقته اختفى وسمعت حركة بره البيت، وساعتها جوزها بيظهر قدامها متعلق في السقف وغرقان دم وعينيه مفقوعة وميت وحالة ما يعلم بها الا ربنا. ولما بتسمع خطوات ناس بره البيت بتجري بسرعة على الباب وبتقفله. في نفس الوقت ده كانوا اللي قتلوا ابو ساتريو بيهربوا وهو كان بيراقبهم وهم بيذبحوا الناس، لكن ساعتها هم شافوا وطلعوا يجروا وراه، وساتريو علشان يهرب منهم راح استخبى في وسط جثث الناس اللي هم قتلوهم، ولما جم يدوروا عليه ما كانوش لاقيينه. وساعتها قربوا من الجثث وكانوا بيضربوا بالسكاكين اللي كانت معاهم في الجثث كلها، وهو كان مستخبي تحتها وكان مرعوب جدا. على الجانب التاني بنشوف أنيسة اللي كانت قاعدة وحزينة جدا وافتكرت اليوم اللي ماتت فيه أمها لما اختارت تقطع رقبتها بنفسها علشان جوزها ما يضحيش ببنتهم أنيسة قربان للشيطان. وتاني يوم بنشوف ساتريو اللي كان الإسعاف ودته المستشفى مع المصابين وكان بيدور على أهله في المستشفى، ولما ما لقاش حد فيهم خرج من هناك. على الجانب التاني بنشوف أنيسة كانت موجودة في المدرسة مع أصحابها اللي كانوا بيتعالجوا من الإصابات اللي حصلت لهم، وساعتها شافت قدامها المدرس بغاث وقامت سألته عن اليوم اللي شافته فيه عند الحمامات وكانت عايزة تعرف ايه اللي كان بيعمله هناك، لكن رد عليها وعرفها ان دي حاجات ملهاش تتدخل فيها وسابها ودخل جوه القاعة. في الوقت ده المدرسة بتاعتهم طلعت وكانت واقفة معاها وأنيسة
وأنيسة عرفتها إن الأستاذ بغاث استخدم السحر الأسود ضد زميلتها نورول اللي ماتت، لكن المدرسة ما كانتش مصدقاها وكانت بتحاول تهديها وبتعرفها إن حزنها على صديقتها هو اللي مخليها تقول الكلام العبيط ده، وعرفتها إن المدرسين بيدوروا على الشخص اللي بيعمل الأسحار. في وقتها طلبت منها تساعدها في علاج أصحابها المصابين. وعلى الجانب التاني بنشوف ساتريو اللي رجع للقرية بتاعتهم وكان شايف الناس ميتة في كل مكان، وأهالي القرية بياخدوا ناس وبيروحوا يدفنوها، وقدر إن هو يوصل للبيت. وأول ما أمه شافته خدته في حضنها وكانت بتعيط، وهو كان بيسألها عن أبوه، وساعتها خدته وودته عند الجثة بتاعته، وهو طلب منها ياخده ويروح يدفنه، بس هي رفضت علشان عرفته إن السحرة هياخدوا الجثة بتاعته ويعملوا عليها أسحار. ووقتها عرفها إن هو هيدفن أبوه في الحديقة بتاعة المنزل وهياخدها وهيمشي. وفعلا ساعتها دفن أبوه في الحديقة وقعد جنبه شوية علشان يودعه وكان بيعيط. وبعد شوية دخل له أمه وكان بيسألها عن السبب اللي خلاهم يستهدفوا أبوه ويقتلوه، وساعتها عرفته إن أبوه كان صديق للشيخ كيا اللي هو في المدرسة بتاعتهم، وكان عنده موهبة في مساعدة الناس اللي معمول ليهم سحر. لكن الناس اللي كانت بتسحر وتعمل أعمال لأهل القرى شافوا أبوه، وطبعا ما كانش عاجبهم اللي هو بيعمله لأنه كان واقف في طريقهم، وعلشان كده استغلوا الفوضى اللي في البلد واتهموه إن هو ساحر وقتلوه. وأمها وقتها عرفته إن هو لازم يرجع للمدرسة حالا لأنها مستقبله، وهي هتفضل هنا في البيت علشان تحمل لفضل من أبوه وتحرس القبر بتاعه. وساعتها ساتريو كان متأثر بكلام أمه ومش عاوز يسيبها، وكان بيبكي وهي خدته في حضنها وقدرت إنها تقنعه علشان يرجع للمدرسة. وأنيسة راحت للمطبخ علشان تجيب لهم مية سخنة، وهناك لقت الحلة اللي محطوطة على النار بتاعة الأكل وقربت منها، وأول لما شالت الغطا شافت راس مقطوعة وكان شكلها مخيف ومرعب، وبسرعة رجعت الغطا مكانه من الخوف. وفي الوقت ده لقت الطباخة واقفة قدامها وكان شكلها غريب جدا وعينيها متحولة، وضرب نفسها بالسكينة في رقبتها، والدم غرق أنيسة اللي كانت بتصرخ بأعلى صوت من المنظر اللي شافته. في نفس الوقت ده بنشوف المدرسة كانت قاعدة عند الأستاذ سمير وبتعالجه، وفجأة النور بيطفي في المكان كله وهي بتكون لوحدها. وساعتها بتروح أنيسة اللي عندها، ولما بتدور عليها بتلاقيها قاعدة على السرير التاني وماسكة المقص وبتقص في صوابعها، وكان شكلها مخيف جدا ومرعب. عزيزي قناة جن فيلم، لا انت وصلت لحد هنا تقديرا للمجهود والتعب اللي بعمله عشانكم، بالله وصلوا الفيديو ده ل1000 لايك. لو انت ما عملتش لايك على الفيديو ده اعمل لايك لان انت بتديني دعم ان انا اكمل. ويلا بينا عشان ما بوظلكوش الفيديو. وانيسة هنا ما كانتش بقى مستحمله المنظر وطلعت تجري من الاوضه، لكن الباب اتقفل عليها وكانت بتصوت وبتطلب من اي حد يساعدها. وقتها المدرسه هجمت على انيسة وكانت بتحاول تضربها بالمقص، وانيسة كانت بتدافع عن نفسها وبتجري منها في كل مكان في الاوضه. في الوقت ده انيسة فقدت الامل انها تخرج من الباب، واول ما المدرسه قربت منها بالمقص بدات تردد آية الكرسي، وساعتها المدرسه اتشلت حركتها وما قدرتش انها تضربها بالمقص وبدات تنزف من بقها وعينيها. وفي اللحظه دي المدرسه بترشق المقص في دماغها وتموت نفسها، وانيسة بتلحقها قبل ما تقع في الارض وبتاخدها في حضنها. وتاني يوم بنشوف انيسة قاعده لوحدها وبتظهر لها نفس الست وبتطلب منها تروح للكوخ بتاع الشيخ كيا. وفعلا راحت على هناك وقدرت انها تطلع فوق الصخره وبتبص من الفتحه وشافت حاجه مخيفه، وساعتها جريت بسرعه وراحت للاستاذ بغاث والاستاذ رضوان وطلبت منهم يدوروا في الغرفه بتاعه الشيخ لان السحر موجود فيها، بس هم كانوا رافضين يعملوا كده. في الوقت ده ظهر ساتريو وعرفهم ان كلام انيسة صح جدا وانهم لازم يدوروا على السحر في كل مكان علشان ينقذوا نفسهم. ووقتها الطلبه كانوا واقفين وسمعوهم، وانيسة جريت بسرعه وراحت على الكوخ وساتريو راح وراها والطلبه كلهم معاهم. وفعلا راحوا عند الكوخ وساتريو قدر ان هو يكسر الباب ودخلوا جوه الكوخ، وكانت الريحه فظيعه جدا. وانيسة لقت الحاجات بتاعه الساحر والقرابين اللي كان بيقدمها للشيطان، وساعتها الاستاذ بغاث كان واقف وشايف كل اللي بيحصل. وانيسة وقتها كانت بتساله عن الاسحار واتهمته من تاني ان هو اللي كان بيعملها وكان بيحطها في كل حته في المدرسه، بس هو رد عليها قدام الطلبه كلهم وعرفها ان هو كان بيحاول يحمي المدرسه والطلبه اللي فيها. لكن في الوقت ده الطلبه ما كانوش مصدقينه واخدوه وربطوه في الحيطه. وساتريو قال لصديقه علي ان هو هيروح هو وانيسة ويفتشوا اوضه الاستاذ رضوان. هو كمان طلب منه هو وباقي اصحابه يروحوا يدوروا في اوضه الممرضات. بس في الوقت ده قبل ما يتحرك النور بيطفي في المكان كله، والاستاذ بغاث كان سامعهم وهم بيتكلموا وعرف اللي بيتفقوا عليه. وعلي وهو رايح هو والاتنين اللي كانوا معاه واحد منهم اسمه فاتح سمع صوت حد بينادي عليه ومشي ورا الصوت، وساعتها بيسمع حركه وراه، واول لما بيلف وشه
وشه بيشوف قدامه جثة في الكفن بتاعها من غير راس، وهو بيصرخ بصوت عالي من الخوف. ووقتها بيسمعوا علي وصديقه التاني وبيرجعوا بسرعة علشان يلحقوه. في الوقت ده فاتح كان بيحاول يهرب، لكن لا في وشه جثة تانية ومددة ايديها من الكفن ورشقتها في بطنه. وعلي وصديقه اللي معاه كانوا وصلوا عنده ولقوه واقع في الارض وبينزف. على الجانب التاني كان ساتريو وصل للأوضة بتاعته الأستاذ رضوان ومعاه أنيسة، لكن للأسف لقى الكوخ مقفول. وساتريو قدر إن هو يكسر القفل بالحجر ودخل جوه الغرفة اللي كان شكلها غريب. وأول لما دخل الباب اتقفل عليه وأنيسة كانت بره وما كانوش عارفين يفتحوا الباب. في الوقت ده أنيسة بتبص وراها لقت الست اللي كانت بتظهر لها بشكلها المخيف وهدومها الغرقانة دم واقفة عند أوضة الشيخ. وساعتها اختفت من قدام أنيسة اللي راحت بسرعة عند الأوضة بتاعت الشيخ وكانت بتبص من ورا الباب. ووقتها شافت الأستاذ رضوان كان هو اللي جوه وبيعمل طقوس سحرية مخيفة. وأنيسة حاولت إنها تجري وتهرب من المكان لكنه سحبها بقوة كبيرة جوه الغرفة وقفل الباب من تاني. وأنيسة كانت واقعة على الأرض. في نفس الوقت ده كان علي رجع هو وزمايله عند القاعة وطلب من الأستاذ بغاث يساعدهم. وساعتها فكوا من الحبال اللي مربوط بيها وطلب منه يساعدهم لأن زميلهم كان بينزف بشكل كبير. بس وقتها الأستاذ عرفهم إن زميلهم اتوفى. وفي الوقت ده سمعوا صوت مخيف والكهرباء طفت في كل مكان. والأستاذ بغاث طلب منهم يقفلوا الأبواب بسرعة وكلهم يفضلوا في مكان واحد. على الجانب التاني بنشوف أنيسة اللي كانت واقعة في الأرض بدأت ترتفع في الهواء وكان بيتحكم فيها الأستاذ رضوان بالدمية اللي كانت معاه وبالسحر الأسود اللي كان بيعمله. وبدأ يخبطها في الحيطان ويعذبها وكان بيخرم في الدمية اللي كانت في إيده. وكل حاجة بيعملها كانت بتحصل في أنيسة وإيديها ورجليها كانوا بيتخرموا وبينزفوا. وساعتها أنيسة كانت بتسأله ليه بيعمل فيهم كده وعرفها إن هم مجرد ضحايا لأنهم كانوا موجودين في المكان الغلط وفي كتير سبقوها زي الأستاذ رحيم ونور والشيخ كيا. كل دول كانوا قرابين للشيطان علشان يكمل السحر بتاعه. وفي الوقت ده كان ماسك في إيده طبق اللي عمل فيه السحر ومليان دم أسود وحط منه على وش أنيسة وعرفها إن هو هيقتل كل أصحابها. وشرب من الطبق الدم وبخوا على كل الدميات اللي كانوا مرصوصين قدامه علشان السحر بتاعه يتفعل. وفي نفس الوقت ده بنشوف البنات في القاعة بدأ شكلهم يتحول. والأستاذ بغاث طلب منهم يهدوا ويبدأ يقرأ قرآن بصوت عالي وكل التلاميذ كانوا بيرددوا معاه في صوت واحد وبيقرأوا آية الكرسي. وساعتها بنشوف كل المدرسين اللي ماتوا بيلفوا حوالين القاعة بشكلهم المخيف وكل الطلبة كانوا مرعوبين. ووقتها فتحوا الأبواب وكانوا واقفين قدامهم وشكلهم كان مرعب. وعلى الجانب التاني بيكون ساتريو قدر يخرج من الأوضة وراح بسرعة على الغرفة اللي فيها أنيسة وكسر الباب ودخل جوه ولقاها متعلقة في الحيطة وكان واقف قدامه الأستاذ رضوان. وساتريو هجم عليه وكان بيحاول يضربه بس رضوان كان أقوى منه وكان بيضربه بكل سهولة. بس ساتريو مسك إزازة فاضية وخبطوا بيها على دماغه وقدر إن هو يوقعه في الأرض. وأنيسة طلبت منه يكسر الإناء الفخاري اللي كان بيعمل فيها السحر وفعلا خده وكسره في الأرض. وساعتها أنيسة اتحررت ووقعت في الأرض. وفي نفس الوقت ده الجثث اللي كانت واقفة عند القاعة وقعت هي كمان في الأرض لأن السحر خلاص اتوقف. والأستاذ بغاث هو والطلبة اللي كانوا معاه رجعت ليهم الروح لما شافوا الجثث ووقعت في الأرض. وساتريو خد أنيسة وخرجوا بره الأوضة وقفلها على الأستاذ رضوان. وأول لما خرجوا لقوا في وشهم الأستاذ بغاث وصديقه علي. وفي الوقت ده شافوا كتلة نار طايرة في السماء بسرعة كبيرة وضربت فيه الأوضة اللي فيها الأستاذ رضوان وولعت فيها. وساعتها بنشوف الأستاذ رضوان واقف في نص الأوضة والنار من حواليه وهو بيصرخ بصوت عالي والنار بتحرق فيه وجلده كمان بيقع من جسمه وهو صاحي والمكان كله بيولع. ودي بتكون نهاية كل ساحر، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. وفي نفس الوقت ده بنشوف الأستاذ سمير اللي هو على اسم أبويا، ده انت سوقتي اسم أبويا خالص، رجع لوعيه تاني وجسمه رجع سليم من تاني واللعنة اتحذفت من عليه. وتاني يوم بيكونوا الطلبة دفنوا كل المدرسين اللي ماتوا واصحابهم علشان يرتاحوا، لكن الشخص الوحيد اللي ما كانوش لاقيينه هو الشيخ بتاعهم كيا. وأنيسة كانت قاعدة عند المكان اللي دفنوا فيه اصحابهم وساعتها بتظهر ليهم الست اللي ساعدتها علشان تلاقي السحر وتعرف مين الشخص اللي عمله ليهم. وأنيسة بتبتسم ليها كده كأنها بتشكرها على مساعدتها. وبكده يا صديقي قناة جن فيلم يكون خلص فيلم النهارده. اظن انا مروق عليكم افلام ومدلعكم اخر دلع، بس انا زعلان منكم جدا مش لاقي تقدير منكم ليا، محدش بيعمل لايكات خالص ولا حد بيعمل كومنتات. مستني بقى الدعم في الفيديو ده ان انتوا تعملوا لايك كتير جدا وتشتركوا في القناه لو انت ما اشتركتش في القناه وتفعل زر الجرس وتصلي على النبي في كومنت وكل من كان لي نبي يصلي عليه. طبعا انا اسمي احمد سمير صاحب القناه والسكريبت ده كتبه التيم بتاعي ان شاء الله. اشوفوا وشكم بخير في فيديو جديد يا قناه جن فيلم حبايب قلبي، اشوفوا وشكم بخير في فيديو جديد. سلام عليكم.